ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ودايما كده في احسن حال. لما بكون عامله دايت وما عنديش اي مكونات في البيت لوجبه غدا صحيه او سهله كده وتكون سريعه، بلجأ على طول للشرائح دي. النهارده هنعمل شرايح الخبز المشبع بالدقيق الاسمر والدقيق الابيض. هنعملها بطريقه سهله وسريعه وبنعمل بيها ألذ سندوتشات ممكن تجربوها. هنا عملنا سندوتش الجبنه مع الخيار والشرايح الطماطم، وكمان عملنا شريحه البيض الاومليت مع الطماطم. بجد يا جماعه حلوه قوي سهله، بتعمل معايا كميه حلوه وبنحطها في الفريزر، ولما بنكون محتاجينها بنطلعها بتبقى خطيره. اول حاجه عندي في بول عجان هنزل دقيق اسمر وهنزل عليهم دقيق ابيض، وهنزل عليهم كمان رشه ملح. هقلبهم مع بعض كويس قوي لغايه ما يندمجوا مع بعض. بعد كده هركنهم بقى على جنب، وفي كوبايه معياريه كده هبدا اضيف الحليب والخميره، وهضيف عليهم كمان معلقه كبيره من العسل. هقلبهم مع بعض كويس قوي عشان يدوبوا مع بعض تماما، والحليب هنا دافي. هغطيهم مع بعض علشان يبداوا كده يتفاعلوا مع بعض، يعني هغطيهم كده لمده 5-6 دقايق. اول ما يبداوا كده يتفاعلوا معايا خلاص كده تبقى الخميره بتاعتنا تمام. هنضيف بقى خليط الحليب والخميره والعسل على الدقيق، وهنزل عليهم كمان زيت زيتون، وهبدا اعجن فيهم كده لمده 5-6 دقايق لغايه ما العجينه تتلم معايا وتبقى طريه زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اكورها والمها واحطها في طبق، وهبدا اغطيها ببلاستيك راب فوطه مطبخ، وهسيبها تخمر لمده ساعه لساعه الا ربع لغايه ما حجمها يبدا يتضاعف. بعد ما حجمها اتضاعف معايا والعجينه اختمرت معانا، هنبدا نفرغ العجينه بتاعتنا من الهواء، وهننزلها بقى على الكونتر بتاعنا، ونبدا كده نقسمها ل4 تربع. هناخد كل ربع فيهم بقى ونبدا كده نكوره كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وهنبدا نركنه كده على الكونتر، وهنرجع نغطيهم علشان عايزينهم يختمروا كمان حوالي 10 دقايق. بعد ما كورنا ال4 قطع بتوع الخبز هنغطيهم ونسيبهم بقى يختمروا كمان في الكونتر كده او على الكونتر لمدة 10 دقايق. بعد كده بعد ما اختمروا رشة دي بقى كويسة كده من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى اجيب النشابة بتاعتنا ونبدأ نرقق العجينة ونفردها حلوة قوي. هنا بقى زي ما انتوا عايزينها تبقى السمك بتاعها وسط او رفيعة شوية، تكون الشرايح رفيعة قوي او تكون الشرايح سميكة زي ما انتوا عايزين. تتحكموا هنا في سمك العجينة من فردها. انا حابة العجينة بتاعتي او الشرايح بتاعتنا تبقى وسط، مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي. هبدأ ارقها كده زي ما انتوا شايفين، يعني السمك الوسط. هوريهولكوا دلوقتي ازاي. هنا كمان بقى تقدروا تحكموا في حجم الرغيف او شكل الرغيف او شكل الشريحة زي ما انتوا عايزين. انا كان عندي هنا كده علبة بلاستيك كانت عجباني وشكل الرغيف بيها بيبقى حلو قوي، فبدأت اقص بيها الرغيف. لكن لو انتوا عندكم اي قطاعات او اي شكل انتوا عايزين الخبز بتاعكم او الشرايح بتاعتكم، في كل الاحوال بتبقى كويسة. بصوا بقى السمك خطير ازاي. عندي بقى صينيه فرن عليها ورق زبده، وهبدا بقى اشيل الشرايح بتاعتي وهبدا ارصها على الصينيه، وطبعا هنبعدهم عن بعض زي ما انتوا شايفين كده. دي عجينه تانية فردناها برشه من الدقيق كويس كده من فوق ومن تحت، وهنشيل الزوايد لان بنرجع نلمها ونفردها تاني من جديد. وبنشيل بقى الشرايح بتاعتنا بالراحه كده ونفردها على الصينيه. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 180. خلاص كده الشرايح بتاعتي جاهزه، هغطيها وهسيبها كمان 10 دقايق تختمر، وهنكون بنسخن الفرن. عندي هنا بقى في طبق كده فيه صفار بيضه، معلقتين كبار من الزبادي اليوناني، وهو ده الخليط اللي هنمسح بيه وش العجينه. بعد ما عدى حوالي كده 10 دقايق كانت الشرايح بتاعتي
اختمرت. هنجيب بقى كده خليط الزبادي وصفار البيضة ونبدأ بقى ندهن وش الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده تقدروا بقى تضيفوا هنا في المرحلة التانية دي اي اضافات انتوا عايزينها. ممكن تضيفوا سمسم، حبة البركة، زي ما انتوا عايزين، الاختيار ليكوا. انا رشيت شوية من السمسم كده على الوش. بعد كده هبدأ بقى ادخل الصينية بتاعتي الفرن. خلي بالكم بقى ان هي بتستوي بسرعة جدا لان الشرايح بتاعتنا خفيفة وهشة، فعشان ما تتحرقش منكم هي ما بتاخدش وقت نهائي. اول ما بتلاقوها كده بدأت تقرمش وبدأت كده تاخد لون من فوق ومن تحت، بنرفعها على طول، بنحطها بقى كده في طبق وبنغطيها وبتبقى جاهزة معانا. هنا بقى وجبة الغدا اللي احنا حضرناها: شرايح من الطماطم والخيار، شوية جبنة كده قليلة الدسم، اي نوع جبنة انتوا تستخدموها في الدايت. كمان عملنا قرص كده بيض اومليت. هنجيب بقى شريحة الخبز بتاعنا. يا جماعة طعمها والله خطير، من شريحتين حرفيا بتشبعوا وبتبقى حلوة جدا، رغم ان هي الشرايح بتاعتنا كده خفيفة، الا فعلا بتشبعوا منها. الشريحتين بيبقوا كوجبة غدا حلوين جدا، حلوين كمان للفطار، وحلوين كمان لو ناخد شريحة كده للعشاء، بتبقى بجد خطيرة. انا بعمل منها كمية زي ما انتوا شايفين، وبحطها في كيس تلاجة وبحفظها في الفريزر، ولما بكون محتاجاها بخرجها، ما بتاخدش معايا وقت وبتبقى فكت وبتبقى خطيرة وكأننا لسه خبزينها. بصوا جميلة ازاي، بجد حلوة قوي ومنجزة كده، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة. والشرايح كمان، لما الحاجات الدايت دي بنشتريها من بره بتبقى بأسعار غريبة، بنعملها في البيت بأقل المكونات وبأقل الحاجات كده، وبتطلع معانا حاجة بجد خطيرة. كل اللي بيعمل دايت لازم يجرب الشرايح دي عشان هتدعوا لي والله. ألف هنا واشوفكم في فيديو جديد.